يا هلا والله بأساطير ومتابعين قناة فريق الأنمي، وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم عليكم جميعا. في البداية حابب أعتذر لكم جدا من كل قلبي على التأخير اللي دام 10 أيام. عارف إني طولت عليكم وغبت فترة، بس صدقوني الغيبة دي ما كانتش من فراغ. بوعدكم إن القادم هيكون أسطوري جدا. مجهزين لكم أشياء وتطورات جديدة كليا في عالم المانوا، وبطريقة تقديم وسرد جديدة من نوعها، متأكد إنها هتبهركم. وقبل ما ندخل في أي تفاصيل، وزي ما تعودنا دايما في أيامنا المباركة دي، خلونا نعطر فمنا ونصلي على حبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وعشان أدلعكم وأعوضكم عن أيام الغياب دي، مقطع النهاردة مش أي مقطع. جايب لكم 30 دقيقة كاملة، عبارة عن جزء جديد كليا، مليان أحداث وأكشن وحماس للنهاية. عشان ما أطولش عليكم أكتر من كده، ركز معايا وجهز قعدتك الرايقة واربط الحزام، ويلا بينا نبدأ فورا في قصة الساموراي الأعظم. رمز الين يانج عملاق فتح السحاب وعمل عمود من النور دمر كل حاجة حواليه. الدم اندفع من بق البطل اللي غمض عينيه من شدة الألم. قدر يهرب من دوامة النصال المدمرة، بس الثانية اللي بعدها تشوكوب رفع سيفه فوق راسه لضرب قاضية. بوم! انفجار قوي هز الوادي الجبلي، بس رغم ده الكتانة قدرت تحمي صاحبها وصدت سيف العدو. موان بص للعدو والحقد مالي عينيه. الراجل دور عينيه بغضب أكتر. الشاب اتفادى السيوف اللي طايرة عليه واللي في النهاية اتغرزت بصوت عالي في الأرض. لما حس باللحظة المناسبة لف عشان يهاجم العدو. عينيه كانت مصممة تنهي الخناقة دي. العجوز ضم شفايفه بتوتر وماسك سلاحه قدامه مستعد لهجوم مضاد. معركتهم كانت ما فيهاش ذرة رحمة. محدش ارتاح ولا ثانية. مرة ورا مرة بيحاولوا يخترقوا دفاع بعض، وأخيرا بعد وقت طويل موان قدر يلمس كتف تشيكوب بطرف نصله. الإصرار كان واضح في عينين الشاب. الراجل اترعب من الجرأة دي. أغماد السيوف الضخمة وقعت على الأرض بصوت عالي خبط في ودانهم. مركز جدا. واحد من الأسياد التسعة استخدم تقنية خطوة موتين، مستخدم شكل تهرب النجوم السبعة. الولد دافع عن نفسه بأنه صد ضربة رجل مباشرة. الخصمين أخذوا وضعيات القتال، بيستعدوا لمرحلة جديدة من المعركة. وشموان عبر عن رغبته في إنهاء كل ده. عينيه اتملت بالجنون. العجوز استدعى نصاله لتجهيز هجومه اللي جاي. فرض إيديه للجوانب والسيوف عملت دايرة في الهواء. إيديه اتحركت بسرعة مش معقولة. سيوفه اتحولت لرمز اليان يانج. تشيكوب شبك إيديه في خلفية الرمز واتحد مع روح السيف. وبعد ما فرض اليان يانج بالعرض، استخدم تقنية بوابة الفوضى التسعة للسماء. سيف الطرق الخمسة المستخبي في الضباب دمر كل الشجر وعمل حفرة دائرية في ساحة المعركة. الروح اللي ظهرت على شكل طفل عملاق بيصرخ نزلت على موان. الشاب كان مذهول، بيحاول يقف على رجليه تحت وابل الطاقة ده، وما سابش الكتانة بتاعته. وقريب جدا حس بلحظة ضعف عدو بتقرب. جوي اللي كانت قاعدة على ظهر جونجان ادته كلمة وداع قبل ما تمشي. قالت إن تشيكوب متعلق جدا بسيفه وفخور بيه جدا، ولو حاول يهاجم النقطة دي هيفتح ثغرة في دفاعه. وكمان قالت إن جبان سيرة شاندا ممكن يجيب نتيجة فعالة، اللي هو كان مضطر يعترف بتقنيات سيفه. موان سمعها باهتمام، وهو فاكر إن حتى لما الرجالة تكبر بيفضلوا ولاد صغيرين في دماغهم. عينيه نورت ومن بقه المليان دم خرجت كلمات إن واحد من الأسياد التسعة أقل بكتير في القوة من شانجا، من الأربعة العظماء للسماوات. صورة شانجا وهو بيلوح بسيفه اللي بيتمسك بإيدين اتنين بوحشية ظهرت في دماغه، وهو مكمل استخدام تقنيته. تشيكوب بغضب جدا صرخ بغضب رهيب إنه مش هيستسلم للاستفزاز ده خالص. نصال لفت في دوامة بقوة متجددة. موان فتح عينيه على الآخر، لاحظ إزاي خصمه اترنح. كان في سحب من التراب تحت رجليه. فجوة صغيرة ظهرت في هجمات العجوز الدقيقة. الكتانة نورت بنار بنفسجية غامقة، والبطل الأساسي استخدم تقنية حافة النصال. ده خد تشكوب المصدوم على غفلة. موجة الطاقة اللي ظهرت فتحت الطريق لخيال مظلم في خلفية رمز الين يانج. موجات بنفسجية بلعت الكتانة. الراجل شكل حلقة حماية منورة حوالين نفسه. الأعداء هدموا بعض في الهواء. حصلت ضربة تصم الودان. أعمدة من النور والطاقة المظلمة خبطوا في بعض. النور كان يبان نقوى، بس الطاقة السوداء ما كانتش ناوية تستسلم له وتدمر كل اللي في طريقها. رمز اليان يانج اللي ورا ايدين العجوز المشبوكة اختفى تماما.
خط من النور البنفسجي فوق موان الغضبان فتح السماوات بفضل تقنية دمار السماء لسيف ظل الشيطان. جسم تشكوب اتقطع نصين. بطل الأساسي خرج تنهيدة ارتياح، لف وشه عشان يشوف نتيجة المعركة الطويلة اللي هدت حيله دي. النص اللي فوق من جذع الراجل وقع على الأرض ولطخ الأرض اللي حواليه بالدم، ما بينش أي علامات للحياة خالص. المحارب ما فضلش كتير في ساحة المعركة. موان عدى من جنبه من غير ما يقول ولا كلمة. تشكوب اتساب يلحس في بركة دمه في خلفية الأنقاض المدمرة. بآخر نفس له رفع إيده عشان يخلي سيفه يطير بطاعة وهمس باسمه. السيف اترفع في الهواء. شخص بينتمي للأسياد التسعة ما يقدرش يسمح لشاب زي ده إنه يقتله. النصل اتعلق في الهواء في خلفية الجبال المنورة بالقمر على بعد مسافة. على واحد من الحواف كان واقف راجل كان بيراقب اللي بيحصل من بعيد. طلع إنه داوين اللي وجه قوسه بغضب ناحية مكان المعركة. عينين النمر المجنون اتملت بالدم وطر القوس اتشد للآخر. السهم لمع بإطلاق سهم واحد. المحارب حط نهاية لمعركتهم دي. السيف كان جاهز يخترق جسم البطل الأساسي، بس طلقة متنشنة صح قطعت دراع تشكوب نصين. النصل رن على الأرض ورا موان. الخسران المتغطي بالدم بص وراه بنظرة تقطع القلب. الثانية اللي بعدها وقع ميت. الشاب لف عشان يبص على جثة العجوز، بعدها بص ناحية الجبال. القناع الأسود كان مرمي على الصخور. الشاب مد إيده عشان ياخده. بعدها البطل لبسه فورا حاجة على الجثة الميتة لفتت انتباهه. الفايز في النزال اللي مش متكافئ ده لف وشه لما سمع مساعده جاي يجري بالحصان من غير ما يقف. داوين مد إيده والشاب قبلها. بعد خطوة سريعة موان لقى نفسه في الهوا. رفيقه اللي كان مغطي بقه بوشاح مدح البطل اللي نزل وراه وهو بيلف. سأل لو أكيد هتحصل ضجة كبيرة في تحالف الوسط بسبب موت تشكوب واختفاء جوي. قائد طائفة الشمال رد بهدوء إن المستشار خطط إن الموضوع يبان زي هجوم من واحد من القادة الأربعة الشياطين العظماء، وإن عشان يزرعوا الفوضى التيار السري هينشر كمان معلومات عن الصراع ده. وهو محافظ على نظرة مصممة في عينيه قال إن ده هيديهم شوية وقت قبل ما يخرجوا للعالم. داوين اللي قاعد قدام رد إن الحرب مع عليل السكون بتديهم مميزات كبيرة، ومهما كان الموضوع شكله متناقض بس دي الطريقة الوحيدة لهزيمة ليل السكون وتحالف الوسط في نفس الوقت. موان اللي كشر استنتج إنه ما بقاش يقدر يتردد أكتر من كده، وإن الوقت جه عشان يروح يقابل هوين من الأربع العظماء للسماوات. جوي اللي تم إنقاذها بأمان من جبال موتين واتقبلت في طائفة سماء الشمال تلقت علاج مكثف من جيمون. وموري اللي راقبوها طول فترة تعافيها ولام وهي بتزرف الدموع. حضنت معلمتها جونجان كمان ما قدرش يسيطر على نفسه وانفجر في العياط. جسم سيدة الرياح رجع بسرعة لحالته الطبيعية. وبعدها القمر المظلم اللي كان فيه تحالف مؤقت مع طائفة سماء الشمال بقى أخيراً جزء أساسي منها، وبعد كده بدأ يتسمى التيار السري منظمة المعلومات السرية لطائفة الشمال. جوي وهي بتمد إيدها لقدام ورثت طاقتها الداخلية وتقنية القتال بتاعتها لموان اللي كان قاعد على الأرض في وضعية اللوتس. بقت هي معلمته، وبفضل التدريب المشترك اللي خلاله الشاب اتعلم يستخدم العصا امتص كل معرفتها بسرعة رهيبة. ومن غير ما يتردد ولا ثانية راح للملك المحارب للدم والحديد اللي كان زمان في الأربعة العظماء لطائفة سماء الشمال هاو. برج باجودا ضخم محمي برماح كتيرة كان واقف فوقيه. هيوكسوم ظهر قدامه في حالة مش كويسة خالص، وبسبب كده الراجل اتهزم بطبيعة الحال وجسمه اتقطع بنصل كتانة حاد. دلوقتي كل اللي بيعدوا طائفة سماء الشمال اتجمعوا على ترابيزة واحدة. جنويل وهو بيوجه كلامه لكل الحاضرين قال إن بناء على كلام الشيخ وبسبب موت تشكوب من الأسياد التسعة واختفاء جوي ما بقاش فاضل غير السماوات السبعة، وإن من وقت حرب ال3 سنين اللي ملهاش نهاية مع ليل السكون تحالف الوسط السماوي بقى دلوقتي في موقف حرج جدا. وهو بيشاور باستياء ناحية موان ضاف إن قائد الطائفة أعدم هايويم من الأربعة العظماء من كام يوم فاتوا. البطل الأساسي كان يبان هادي جدا
رغم إن أخبار الموت المتتالي للأسياد اللي كانوا واقفين على قمة كانجو هتزرق العالم في فوضى مرعبة. جين وهو بيرش في دقنه شرح إنه في حالة هيويم المعقدة من قلعة الدم والحديد. هم طلعوا إشاعة إن القائد وخدمه خلصوا على بعض بسبب تراكم غضب وسخط كبير بينهم، وافتكر عضو من الأربع العظماء السابقين اللي وزنه زاد بشكل ملحوظ واللي نشروا عنه معلومات مزيفة في كل أنحاء العالم. جونجان كان شكله متضايق، ربع إيديه على صدره وغمض عينيه وأعلن إن الناس اللي مليانة بالشكوك بدأت تظهر، وهم اللي قالوا إن ده شغل نسل الشمال اللي كان ميت بس رجع ظهر تاني. جينويل نزل زوايا شفايفه لتحت وقال إن الوقت بيقرب بالتدريج لما هيضطر يواجه العالم كله، وعشان كده هم اتجمعوا هنا عشان يتناقشوا في الحقيقة دي. سقف بإيديه بصوت عالي وطلب منهم يفتكروا كل حاجة مهمة حصلت خلال ال3 سنين دي. صور بدأت تظهر في دماغه واحدة ورا التانية. تشانغ هاك كان واقف بآلته الموسيقية في خلفية جيش مكون من آلاف. من 3 سنين الحرب بقت بسبب غزو ليل السكون. فرقة طرد الشياطين بقيادة وان لي راحت للخطوط الأمامية. فرسان كتير رافعين أعلامهم راحوا للحرب. ديسن وهن كانوا واقفين قدام الجيش. في اللحظة دي البطل الأساسي قدر يهرب من نفوذ تحالف الوسط السماوي على عربية بيجرها تور. جينويل، جيم، موري وفرقة ميونج قدروا يهربوا وقتها. جثة روسون كانت مرمية وسط جثث أعدائه، وفي الوقت ده كان في خسائر مأساوية. جين وهو بيفتكر السلام اللي كان على وشه استنتج إن عمره ما هينسى تضحية روسون أبدا. موري طبطبت على ظهر معلمها الحزين. ميونج كان قاعد بهدوء لما جه الكلام عن إن طائفة سماء الشمال خدت تمويل من نقابة التنين الأبيض اللي بفضله اترممت ووسعت نفوذها. العمال بنوا البيوت المدمرة من تاني. موان راقب ده وبصيص فرح بيلمع في عينيه. كانوا محتاجين يجهزوا نفسهم لهجوم مفاجئ محتمل من العدو. جين والافتكر سول معلم الحدادة اللي رغم المخاطر قائد الطائفة راح له بنفسه عشان يقوي السيف المنهك للقوة العسكرية الرئيسية لطائفة سماء الشمال. بورف موان بص الكتانة بتاعته المحدثة والمتغطية بالنقوش. هو مش بس قدر يقوي السلاح بس كمان جاب الحداد لأراضي الطائفة. بعد كده البطل الأساسي راح للشيخ موس اللي كان قاعد على عرش وماسك رمح في إيديه. نظرته كانت بتبث الرعب. موان كان محتاج يقتل الشيخ لما تقابله في المعركة، وموس اللي كان بيدافع عن نفسه بسلاحه ما كانش ناوي يهاجم أصلا. بقى واضح إن طول الفترة دي الراجل كان محافظ على القوة العسكرية لطائفة الشمال ومستني قائدها. بعدها نزل على ركبته هو ومحاربينه عشان ينضموا لطائفة سماء الشمال الجديدة. دلوقتي موس كان قاعد على الترابيزة مع الباقيين، وبفضل ده الطائفة بقى عندها وفرة من الرجال ذوي القيمة، وعملية إعادة البناء مشيت بسرعة رهيبة. خيالات فرقة اللواء الصارم الطائر كانت واقفة كأبراج على التل المهجور. كانوا هم آخر قوة مخفية لطائفة الشمال. داوين بيسمع بدقة ومربع إيديه على صدره. بفضل انضمامه طائفة الشمال بقت أقوى وأقوى. قادة القوات وقفوا قدام رجالتهم. نظام اتشكل في الطائفة وبقى يقوى يوم بعد يوم. جينويل افتكر ازاي واللام وجونجن جريوا لموان. بعدها جه طلب مساعدة لإنقاذ رئيسة القمر المظلم اللي كانت مسجونة في سجن بره الزمان والمكان ومتكتفة بسلاسل تخينة. وقتها شكوب ظهر واستخدم تقنيته المشهورة. جسمه اتقطع نصين بالسيف الجديد وخسر المعركة. صاحبة القناع كانت قاعدة على كرسيها ما بتتحركش، وقوتها العسكرية الرهيبة هي كمان انضمت للطائفة. بداية من الشيخ موس وصولا للشيخ الرئيسي. جين استلم كل التقنيات العسكرية وقدر فورا يتعامل مع هيويم من الأربعة العظماء من كام يوم. موان الشجاع وهو ماسك الكتانة بتاعته في إيديه ما سابش وراه غير الأنقاض المدمرة. جين والقعيد جنب قائد الطائفة اللي موطي راسه قال إن كل الأحداث دي حصلت في 3 سنين بس، ودلوقتي في حوادث مشبوهة بتحصل وشكوك بتنتشر حوالين مصر الشمال بسبب سلسلة وفيات. وهو بيهرش في دقنه قال إنه خلى الموضوع يبان وكأن الأعداء حصل بينهم انقسام داخلي دمر كل حد، بس حالة شكوب لسه خطيرة وصعبة جدا.
العالم ضيق عينيه وقال إن في حاجتين بيحسنوا الموقف. رفع صباع واحد وقال إن تحالف الوسط السماوي حاليا في حرب مع عليل السكون، ورفع الصباع التاني وقال إن الحاجة التانية هي إنهم عندهم شخص يعرف أكتر من أي حد تاني عن القادة الأربعة الشياطين العظماء. الشخص ده طلع هو السيدة صاحبة الشعر الطويل هسول، ومن غير ما ينزل صوابعه المرفوعة أعلن بنبرة تهديد إنهم هيستهلوا العوامل دي لصالحهم. بعد ما عرض خيال تشيمون، العالم قال إن واحد من الشياطين الأربعة العظماء شيطان ظل الرياح النائية هو روح حرة حقيقية قادرة تظهر وتختفي فجأة هنا وهناك. موان كان هادي تماما، جونجان كان لسه مكشر حواجبه، جين ولا اقترح إنهم ينشروا خبر إن شيطان الظل هو اللي غزا جبال موتين وهزم تشكوب من الأسياد التسعة. تشان كان ماسك الأوراق في إيديه ومفيش ذرة عاطفة باينة على وشه. الموقف اللي اتوصف ده كان ممكن يحصل بسبب حرب ال3 سنين مع ليل السكون، بس في حاجة كانت مقلقة جنول. جوي بصت في اتجاهه وشرحت إن يولتشن بيقود تحالف الوسط السماوي وليه تأثير كبير على ليل السكون، فعشان كده لو اتحرك هينكشف فورا إن المعركة مع شيطان ظل الرياح النقية كانت مجرد كذبة. العالم اللي قاعد قصاد سيدة الرياح وفقها، بس عرضها بحقيقة إن مفيش حاجة اسمها كذبة مثالية كاملة، وإن الوقت جه عشان يخرجوا للعالم ويبطلوا يستخبوا ورا حيطة حديدية. كشر حواجبه بحسمة وأعلن إن من دلوقتي ورايح لازم يستعدوا للحرب مع الكل. جين شاور على أيد الطائفة وطلب منه يقول رأيه. موان حط إيده على بقه نظف حنجرته وبدأ يتكلم عن خططه اللي جاية. بص بحزم الكل اللي متجمعين وأعلن إن المواجهة المضادة هتكون أساس تكتيكاتهم، وإنهم هيجبروا تحالف الوسط السماوي وليل السكون يبقوا أعداء ضد بعض. شان فضل ساكت لما الشاب قال إنه هيحاول ينقذ أكبر قدر ممكن من قوات طائفة سماء الشمال. كل الناس اللي قاعدة على الترابيزة سمعوا كلامه بتركيز إن لما القوتين الضخمين دول يبدأوا يحاربوا بعض هيتعرضوا لأقصى ضرر ممكن، وبعدها طائفة الشمال هتوقع العدوين بضربة واحدة، وده هو الهدف من وجود الطائفة الجديدة. وش موان كان مليان ثقة وهو بيستعد يقول تاني اللي الكل أصلا كان عارفه، وهو محافظ على هدوءه. القائد فكرهم إن طائفة الشمال الجديدة دي موجودة بس تحت شروط معينة. الشاب بص من تحت حواجبه وأكد إن بمجرد ما تحالف الوسط السماوي وليل السكون يتدمروا طائفة الشمال كمان هتتحل وتتفكك تماما. أقدم عشيرة في منطقة سيتو عشيرة القلعة الزرقاء. الدم كان بينزل على نصل المنجل. الشخص المجهول سأل سؤال عن اللي مات تشوكوب من الأسياد التسعة على إيديه. قائد عشيرة القلعة الزرقاء كيمو اللي متغطي بالدم وبيحاول ياخد نفسه نطق اسم الظل اللي مستخبي في الريح الزرقاء شينجون. واحد من القادة الأربعة الشياطين العظماء كان واقف فوقيه مخبي وشه وماسك مناجل مميتة في إيديه. كان في لخبطة على وشه، ما كانش عارف هو بيتكلم عن مين. الراجل بصله بنظرة كلها احتقار واستغرب مين اللي مات على إيدي، وسأل إيه الهذيال والكلام الفارغ ده. وهو ساند على كومة حجارة لف للسيد المبجل الأعلى وطلب منه يندفع جوه تحالف الوسط ويشوف. ولكن فجأة بسرعة البرق الراجل قطع راسه من على كتافه وخلاها تطير على جنب. غض بصره وغرق في أفكاره، عينيه وقعت على الجثث اللي ملهاش حصر والمرمية في ساحة المعركة. ثبت نظره على نقطة واحدة واتجمد في مكانه. ابتسامة خبيثة ظهرت على وشه، ضيق عينيه وحاول يكتم ضحكته. رجع لورا وهو بيضحك واستغرب إذا كانوا هيقدروا ياخدوا المكان ده دلوقتي بعد ما طائفة الشمال ما بقتش موجودة. مسك سلاحه في إيده وقال إنه من المؤسف إنه يابون مات. الغريب رفع إيده ووجه كلامه لشيطان الظل. صورة قائد الطليعة اللي كان بيقع ظهرت في دماغه، بعدها صورة لآثار دموية مغطية جسمه جت في باله. بقايا سلاحه طارت على الأرض. جثة الشيخ الهامت كانت في إيدين الشاب. الغريب بلغ إن الشيخ جانج هاك مات على إيد سوتشان. من اللي سمعه وش شيطان الظل اتملى باللخبطة.
كشر واستغرب هل سوتشون قوي للدرجة دي، ولاحق إنه في الأول كان التلميذ دانوب ودلوقتي المعلم جانج هاك اتسابوا ورا. جيان لف جسمه في عباية وحاول يعرف لو في أي أخبار من روح الشيطان العالم. الشاب قدم نفسه قدام شيطان الظل ولاحق إن مفيش أي تعليمات مخصوصة من القائد. وهو بيلف سلاحه شيطان الظل أعلن إنهم في الحالة دي هيكملوا زي الأول. في أفكاره اتخيل صورة شيطان الأصوات السماوية. شيطان الظل رفع إيده وقال إنه بما إنه مات فده معناه إن شيطان دمار السماء مع الرمح الروحي الأسود المخترق هيتخذوا للخط الأمامي. واحد من الشياطين حط الفاس على كتفه ولف راسه وحط السلاح ورا ظهره. شيطان الظل أعلن إنه هيتعامل ببطء مع السماوات الأربعة. ساحرة الليل الأبيض زقت نفسها من على الأرض واتجمدت في وضعية واحدة. في اللحظة دي شيطان الظل استغرب هي كانت بتعمل دوشة فين. رمى سلاحه لفوق، ما كانش قادر يستوعب إذا كان العيال بتوع تحالف الوسط اللي متعودين على السلام فاكرين إن ده كفاية لحماية الشمال بس، ولاحق إن مفيش أي مكان آمن في أراضيهم. في اللحظة دي الشاب قال إن السبب في كده كان سيدهم شيطان ظل الرياح النقية اللي كان فعلا مستعجل عشان يعمل شوية دوشة. قريب من مدخل المعسكر حشد ضخم من الناس كان موجود، كل واحد مشغول في حاله. الأحداث بتاخدنا لمعسكر تحالف الوسط السماوي على الجبهة الشمالية. بعد ما طواها سوتشان اتجمد في مكانه، لف وشه وما سمعش غير صوت عجلات عربية حربية بتقرب. هيرين ظهرت قدام عينيه. وهو بينزل ايديه سوتشون لاحظ ان الموضوع مش سهل عليها تتحرك رايح جاي باستمرار بين تحالف الوسط السماوي والمكان ده، وهي بتأكد ان كل حاجة تمام. هيرين لاحظت ان مقارنة باللي واجهه مع شياطين الأصوات السماوية على ساحة المعركة ده ما يجيش حاجة خالص. بحذر سوتشون حاول يعرف لو قيادة المنطقة قالت أي حاجة، وهي موطية راسها. هيرين لاحظت إن زي ما سوتشون عارف الأخبار وصلت عن موت تشوكوب من الأسياد التسعة على إيد شيطان ظل الرياح النقية من القادة الأربعة الشياطين العظماء، وضافت إن بجانب كل ده مفيش أي أخبار عن سيدة الرياح ولمسته. بسبب كده النظام العادي اتدمر تماما والوضع يتعبر خطير جدا. سوتشون بدوره أكد إن قيادة الأسلحة والعالم كله دلوقتي مش بس غرقوا في الفوضى، دول وصلوا لآخرهم. صورة الوزير وانج ظهرت في دماغه، وشه كان مليان بالشك. سوتشون قال إن القادة دلوقتي بيحاولوا يرفعوا من سلطة تحالف الوسط السماوي وإيمان الناس بيه اللي نزل في الأرض، وقال إن ده مخلي دماغهم تلف وهم بس بيأمروا بإنهاء الحرب دي في أقرب وقت ممكن. بملامح جادة جدا على وشها هيرين قالت إن بالإضافة لكل المفاجآت دي من كام يوم اتبلغ إن الملك المحارب للدم والحديد هيو ويم اللي كان زمان واحد من الأربع العظماء لطائفة سماء الشمال اتدمر على إيد رجالته نفسهم. من اللي سمعه سوتشون كان مصدوم. بعد كده هيرين لاحظت إنه مش بس هو اللي اتدمر، لا دول كمان كل المحاربين اللي كانوا بيخدموه اتدمروا. وهي مكشرة اتكلمت عن الإشاعات اللي بتقول إن حالة هيو ويم العقلية كانت سيئة جدا، وقالت إن ده كان متوقع. هيرين لاحظت إنهم ما يقدروش يستبعدوا احتمالات تانية، وسألت إذا كان سوتشون فعلا شايف إن في حاجة مشبوهة. قالت إن عندها شكوك إن في حد قرر يستغل الفوضى ويخلص على هيو ويم، وسألت لو المفروض يدوروا ورا اللي حصل للاتنين من السماوات، ولاحظت إنه لو في حد عاوز يرمي العالم كله في فوضى أكبر، واستغربت ليه ده بيحصل. مش فاهمة إيه السبب اللي يخلي حد يزود الفوضى اللي أصلا موجودة بسبب حرب ال3 سنين. ميلت راسها. هيرين استغربت لو في حد عاوز يلفت عيون وودان العالم بعيد عن نفسه عشان يحقق أهدافه، واقترحت إن ممكن يكون في قوة تالتة مستخبية وبتشتغل بطرق خبيثة ومكرة. وكملت وقالت إنه دلوقتي في حد بيكبر منظمة شبه سورة براسين، ولاحظت إنها مش فاهمة أي حاجة. سوتشون اللي كان مكشر جه بنظرية من نظرياته بملامح جادة جدا على وشها. هيرين قالت إنه ده بالضبط هو اللي هي بتفكر فيه. اتكلمت عن البطل الأساسي وبعدها استغربت إزاي الفكرة دي جات في دماغها. سوتشون غض بصره وغرق في أفكاره، لف راسه واتجمد في مكانه. عينيه وقعت على ناس جروحهم باينة على جسمهم ومتألمين. الناس كانت بتئن من الوجع. وش سوتشون اتملى بالانزعاج.
غمض عينيه وخرج زفير طويل. رفع إيده وأعلن إن في المقام الأول، وبما إنها جت من مسافة بعيدة قوي، هين لازم ترتاح وإنه هيروح يقابل القائد. راح قدام الغرفة وحاول يشوف لو يقدر يدخل. بان ظهر قدام عينيه وهو ماسك وعاء ساكي في إيديه. قام من على الكنبة وبوفين استغرب إيه اللي جابه هنا. بملامح جد على وشه، ساتون لف للقائد وطلب منه يأجل خروج القتال بتاع بكرة لكام يوم. بان اللي ساند على الكنبة سأل إذا كان ساهون فتح الموضوع ده تاني، ولاحظ إنه بيطلب يأجل كل خروج للقتال، وقال إن كل حاجة متسربعة قوي، وسأله إزاي ناوي ينهي الحرب بالسرعة دي. ساتون وطراس وقال إن طول ال3 سنين اللي فاتوا هم ضغطوا على الأمور على قد ما يقدروا، ولاحظ إن ليل السكون طلعت أقوى من كل توقعاتهم، وقال إن الكل منهك جسديا وذهنيا، وضاف إن المرة دي الوقت للراحة ضرورة ملحة ما فيهاش كلام. بنظرة متأملة بوفين أعلن إن تعبهم ده معناه إن العدو تعبان زيهم بالظبط، وضاف إن متفهم صعوبة الوضع، وقال إن الوقت جه عشان يضغطوا بكل قوتهم. بعدها لاحظ إن ساتون نفسه شايف إن كل ما يضغطوا أكتر كل ما بيحققوا نجاح أكتر، وهو بيبص للكابتن اللي راسه مميل. بايساف أعلن إن ملك السماء الزرقاء القتال الجميل بتاعهم قدر حتى يهزم شيطان الأصوات السماوية، وسأل إذا كانت الروح القتالية بتاعته المفروض تعلى بعد ده. وهو نايم على الكنبة قال إن دلوقتي وبسبب كل الأخبار دي تحالف الوسط شكله بقى زبالة. سأل لو هو عارف كده، ولاحظ إن وجوده في المكان ده معناه بس إن سلطته وقعت تماما. بايساف لاحظ إنه مش فاهم إزاي الضعفة دول بيقولوا إن ليل السكون طلعت أقوى من المتوقع وما قدروش ينهوا الحرب دي طول ال3 سنين، واستغرب لو ما كانش ده الحال لما طائفة سماء الشمال كانت بصحتها. ساتون اللي كشر قال إن لو بان أجل خروج القتال بتاع بكرة فبعد الراحة هم هيحاولوا يخلصوا كل حاجة في أقرب وقت ممكن، وقال إن المحاربين اللي بيموتوا في الخراجات الإجبارية دي هم كمان ولاد وأبهات حد، وعشان كده المفروض يقدروهم. الكابتن طلب من بايساف يكون مرن ومتساهل معاهم. رفع وعاء الساكي بتاعه وسأل إذا كان ساتون فاكر إن الكل بيسميه بطل، وهو قرر إنه فعلا بقى بطل. لاحظ إن لو حد ركز مع ظروف كل عسكري مش هيحققوا أي حاجة، وسألوا ليه المفروض يهتموا بيهم أصلا. الكابتن قال إن لو الانتصار جاب خسائر كبيرة فما ينفعش يتسمى انتصار حلو، وضاف إنه في النهاية الانتصار من نصيب الفايز. بعد كده بوفين لاحظ إن رغم وحشية ورعب الحرب دي هم جابوا الانتصار، وقال إن الواحد محتاج يفكر في اللي هيتكتب في التاريخ، وسأل إذا كان ده مش صح. وهو مكشر لاحظ إن مفيش حرب من غير ضحايا، وطلب من ساتون يبطل يضيع وقته في التفاهات ويبص للمعنى العام. لف وشه الناحية التانية. بايساف لاحظ إن في النهاية البداية والنهاية ملكهم هم بس، وهو بيبص لساتون اللي موطي راسه. طلب منه يبطل يلعب دور البطل ويبدأ يجهز لمعركة بكرة، وضاف إنه هيستنى رجوعهم بانتصار كبير. نجوم كتير كانت باينة في سما الليل. سوتشون اللي موطي راسه كان غرقان في أفكاره. ذكرى ظهرت في دماغه لما هو وصاحبه خاضوا معركة شرسة. حط إيده على وشه بيحاول ياخد نفسه. لف وشه ووجه كلامه للبطل الأساسي وعزمه عشان يعملوا كان هول جديد. الدم كان بينزل ببطء على وش مون. رفع راسه. سوتشون اتجمد في مكانه. أول ما دخل الأوضة الراجل لاحظ إن في اجتماع عاجل وسأل إذا كان حصل حاجة. رفع إيده. سيم كان مذهول إن هارن رجعت من تحالف الوسط السماوي. قعدت جنب سوتشون وقالت إنها وصلت النهاردة الصبح. في اللحظة دي سيم حاول يعرف ليه القيادة بتتصل كتير كده، ولاحظ مصيرها الصعب. وش سوتشون كان مليان بالانزعاج. سيم اللي كان مخضوض بدأ يلوح بصباعه. هارن غمضت عينيها وهزت كتفها. وهو قاعد جنبه سيم استغرب ايه اللي على وش سوتشون، ولاحظ انه بطل هزم شيطان الأصوات السماوية في المعركة اللي فاتت، وسأل لو المفروض يستغل الحماس ده لمعركة بكرة. سوتشون فتح بقه شوية وأعلن إن مفيش خروج للقتال بكرة، وأضاف إنهم هيأجلوه لفترة. سيم اللي كان متفاجئ حاول يعرف هو بيتكلم عن إيه. هارن استغربت لو ده أمر من القيادة. سوتشون اللي موطي راسه لاحظ إن رغم إن الحرب دايما بتجيب ضحايا لسه في حد مستني الناس دي بأمل. بعد كده صرح برأيه إن الأفضل يقودهم للنصر مع تقليل عدد الضحايا بين الحلفاء على قد ما يقدروا. وهو مكشر سوتشون بلغ إن بان كان مستهتر جدا بحياته وحالة المحاربين، وتجاهل تماما القوات القتالية لليل السكون، وطلب هجوم فوري اللي مش هيؤدي لحاجة غير الموت. لما سمع ده وش هارن اتملى بالمفاجأة، وبملامح مذهولة على وشه سيم بص لنقطة واحدة. بنظرة مرعبة سوتشون أعلن إن ملك رمح التنين بوفين هيقع الليلة. الليل نزل على المكان اللي اتنطر فيه المعسكر العسكري، وهو في أوضته بوفين كان بيحلم. خيال حد كان متعلق فوق جسمه.
مسك سلاحه وقال إنه خايف. بملامح جد على وشه، ساوون أعلن إن ده ما ينفعش يستمر، وطلب من بان يستقيل من منصب القيادة ويرجع لتحالف الوسط السماوي، وقال إنه من دلوقتي ورايح هو اللي هيستلم القيادة المركزية. بوفين اللي كان مصدوم استغرب هل هو اتجنن ولا اتخبل، وسأله هو بيعمل إيه دلوقتي وإزاي يتجرأ يعمل كده. وهو بيلف جسمه ودراعه، سوتشون قال إنه طلب بأدب مرات كتيرة، ولاحظ إنه ما سمعش كلامه واعتبر الناس زي الحشرات، وأضاف إنه مش هيطيعه تاني. بعد كده لاحظ المعرفة بإن مفيش حاجة أوضح من القوة، لأن دي أكتر إجابة دقيقة وموجزة بتشتغل في كانال. بعد كده دفع نفسه من على الأرض واندفع للمعركة. بسبب قوة ضربته، بوفين طار على جنب.